بص، وده عطل برضو من الاعطال اللي بتظهر في العربيه الميجان فور الفتيس سي في تي، وبتظهر في الفليونس بقى والنيسان جوك والكاشكاي والعربيات اللي هي السي في تي عموما بتاعت نيسان والسنترا والفيرسا اللي هي التيدا وهكذا. يعني اي العربيات اللي هي ايه سي في تي. ده عربيه ميجان فور فيها نفس العطل اللي كان موجود عندي، لمبه الجير بوكس منوره تشيل جير بوكس. لما بدخل بجهاز الاعطال الاو بي دي بالسوفت وير بتاعت رينو بلاقيه مسجل عطل فعلا في الجير بوكس. فلما بندخل نشوف طبيعه العطل بنلاقي ان العطل في ايه، في حساس ضغط الفتيس. حساس ضغط الفتيس، مشكله حساس ضغط الفتيس بتاع العربيه دي انه مش خارجي، انه داخلي موجود جوه علبه البلوف. وعلبه البلوف دي تحتاج فك الكارتيره بقى وفك الفلتر الصاج، وتطلع علبه البلوف خالص بره بحوالي 12 مسمار وتقلبها، لانه راكب ايه من الناحيه التانيه من علبه البلوف. كويس. فطبعا الاول خالص احنا لازم نحط احتمالات. انا يعني طبعا ببص هنا على البارامترز. درجه حراره الزيت لفت نظري ان هي عاليه جدا، مش مظبوطه يعني 98 وبتاع، لو بتوصل لحد 110. وببص على الضغوط بتاعت الصبابات وهكذا، لان العطل ده ليه احتمالات كتير جدا. يعني ممكن يتحل زي عندي كده مثلا بتغيير زيت الفتيس، لان الزيت لما يكون معاه برايش وسخ بيلمس مع الحساس بايه، ممكن اولا يسبب قراءات غلط في الحساس، او يسبب ان الحساس نفسه يبقى فيه زي ايه تلوث، يعني واخد بالك. فطبعا لازم اول حاجه نبص عليها هو الزيت والفلتر بتاع الزيت، برضو ده احتمال وارد جدا. الفلتر الحشو خاصه مسدود. الاحتمال الثالث ان يكون الحساس نفسه فيه مشكله، وده ما بيبدعش في التوكيل، وفي التوكيل قالوا له احنا العطل ده غالبا بنغير له فتيس. والاحتمال الرابع ان يكون علبه البلوف او فيها مشكله، بقى في صباب من الصبابات. والاحتمال الخامس وده اصلا يعني ممكن يبقى مشكله بسيطه. بصوا درجه حراره الزيت بتاعت الفتيس تعلى ازاي، ان هو يبقى الفتيس كله محتاج ريست بالجهاز، تعمل ريست من اول وجديد، تعمل ريست للكنترول بتاعه، او تعمل حاجه اسمها بنسميها جير ليرن، ونبتدي من الاول نبرمج الفتيس من الاول. تمام. بس لازم اول حاجه خالص اجرب موضوع تغيير الزيت، وخاصه لو العربيه عامله مثلا ايه كيلومتر على العربيه دي، مثلا زي عربيتي كده عامله كيلومتر ايه من 60 ل 70 الف، فهو كده يجرب يغير الزيت لانه ما غيروش قبل كده. فطبعا تغيير الزيت ممكن يحل معاه المشكله، وخاصه ان المشكله هنا اسوشيتد بان درجه حراره الزيت عاليه، يعني مرافق معاها ان درجه حراره الزيت عاليه. فدي اول خطوه لازم يعملها، يغير الزيت ويغير الفلاتر وينظف الفلتر الصاج ويغير الفلتر الحشو قبل ما نبتدي ان احنا نبص على مشكله اكبر، لان علبه البلوف غاليه جدا. لو جابها استيراد هيجيبها برقم عشان حد يفكها له من الفتيس، ولو جابها جديده هيجيبها ب 30 35 الف جنيه.